السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات المطبخ الصحي ضمن مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. برنامج التغذية الصناعات الغذائية المنزلية تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير برنامج التغذية في المشروع. وأنا مع حضراتكم النهاردة دكتورة إيمان محمد ممدوح أستاذ الصناعات الغذائية المساعد في كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي. موضوعنا النهاردة إن شاء الله إعداد كرات التمر. إزاي نعمل كرات من التمر أو البلح العجوة زي ما احنا شايفين في الصورة دي. شوف مقادير المنتج بتاعنا النهاردة. المقادير حوالي 1.5 كيلو تمر منزوع النوى أو عجوة منزوعة النوى. علبة قشطة حوالي 250 جرام، ممكن نستبدلها بكوب لبن. حوالي 75 جرام زبدة، 7 معالق كبيرة سميد، 7 معالق كبيرة لبن بودرة، 7 معالق كبيرة بسكويت شاي مطحون، ومكسرات متنوعة لتغليف الكرات سواء كانت فول سوداني، جوز هند، سمسم أو بدائل أخرى لتغليف كرات التمر. تمام، نشوف الطريقة أو نشوف المقادير. المنتج قائم على العجوة. تمام، ليه؟ علشان القيمة الغذائية المرتفعة للتمر، سكريات سهلة الهضم، سواء كانت سكروز وسكريات تانية سهلة الهضم، جسمك يقدر يمتصها بسهولة. تمام، وتديلك طاقة بانتظام أفضل من استهلاك السكر الأبيض. يعني لما تيجي تقارن السكريات اللي ممكن ياخدها جسمك من التمر مقارنة بالسكر الأبيض، لا، نوع السكريات اللي موجودة في التمر مفيدة صحيا ومش بتعمل معاك مشاكل زي ما بيعملها استهلاك السكر الأبيض. مش كده وبس، لا، ده كمان التمر غني بالعناصر المعدنية وأهمها الحديد. زي ما احنا عارفين نسبة كبيرة من الشعب المصري بيعاني من أنيميا نقص الحديد، فبالتالي احنا عايزين نعوض النقص اللي في الحديد ده بمنتجات صحية طبيعية الاستهلاك عليها قليل إلا الناس اللي عندها وعي أو اللي هي بتحب التمر. لكن في ناس كتيرة مش بتحب استهلاك التمر، لا، احنا هنديلهم بنمط تاني أو بشكل تاني يكون إن شاء الله محبب ليهم، ونقدر نعوض نقص العناصر اللي موجودة عندهم ونخلي معدل استهلاكهم للطاقة منضبط، ما يعملش معاهم المشاكل المترتبة على استهلاك السكر الأبيض من عمليات السمنة والتعرض لا قدر الله لأمراض السكري وخلافه. ده المكون الاساسي لكرات التمر. بالاضافه لكده احنا بنعلي القيمه الغذائيه، مش سكريات بس او كربوهيدرات بس، لا، احنا بنرفع نسبه الدهن كمان في الكرات باضافه القشطه والزبده. بنرفع برضو نسبه البروتين باضافه اللبن. وبالاضافه لكده بنحط نوع تاني من انواع الكربوهيدرات المتعدده في شكل السميد. دول بيحسنوا المكونات دي كلها، بترفع نسبة الدهون ونسبة البروتين والأملاح المعدنية الأخرى بخلاف الحديد، بتعليها بالنسبة لكرات التمر، وبتدي طعم أفضل، لأن ممكن طعم التمر ما يكونش مستساغ لناس كتير، فبالتالي بتحسن معايا الطعم وبتحسن معايا القوام في البق. لما تيجي تستهلك التمر ما يبقاش طري قوي، حاجة زي السميد مثلا بتدي لك خشونة محببة في المنتج. تمام، دي مقاديرنا لكرات التمر. الطريقة بسيطة جدا. بتاخد في طاسة كده على النار هادية، تاخد اللبن البودر والسميد وتعمل لهم عملية تحميص لغاية ما يصبح اللون بتاعهم أصفر فاتح. تمام، عملية التحميص دي بتدي لك طعم وريحة كده حلوة للبن. لما يجي يتحط على كرات التمر هيحسن معاك الطعم. تيجي في إناء تاني تعمل يدوب على نار هادية كده إسالة بس يدوب أو تسيح خفيف للزبدة والقشطة مع بعض. تروح واخد كل الخليط ده بقى على بعضه، خليط اللبن والسميد، لبن البودر والسميد، القشطة، الزبدة، مطحون البسكويت، كل دول تعجنهم مع بعض على التمر. تبدأ تعجن كويس خالص. دي عملية العجن في الصورة اللي هنا دي. الصورة اللي تحت دي بعد ما تمت عملية العجن هتبدأ تخلط كل المكونات دي مع بعض لغاية ما تحصل على خليط متجانس زي اللي شايفينه في الصورة اللي تانية. نبدأ ناخد بقى من الخليط المتجانس ده ونشكل على هيئة كرات. الكرات دي نعمل لها عملية تغطية أو عمليات تغليف. عمليات تغليف بإيه؟ بأنواع مكسرات زي السمسم، زي الفول السوداني المجروش، زي جوز الهند المجروش المبشور. فبالتالي بزود كمان القيمة الغذائية بمصادر للكالسيوم، مصادر للزيوت النباتية الصحية. فبالتالي كده عليت القيمة الغذائية لكرات التمر. بعمل عملية تغليف ممكن بمبشور الشوكولاتة أو الكاكاو البودر عشان برضو أرفع نسبة الحديد أكتر في كرات التمر. تمام، تبدأ بعد كده يدوب أروح حاططها في كب ورق، واحطها في بوكس كده وادخلها في التلاجة لحين التقديم.
اقدر احط منها في اللانش بوكس بتاع الاولاد هم رايحين المدرسه، لو في حد من افراد الاسره سواء يعني في العمل مثلا على سبيل المثال هو رايح الشغل ممكن ياخد معاه. تتقدم برضو في المناسبات وفي الاعياد على المائده بتاعتنا. عايزين نعمل عمليه احلال جزئي للحلويات المعهوده المنتجه بالسكر الابيض على المائده المصريه بمنتج صحي زي كده، شكله جذاب، قيمته الغذائيه مرتفعه، محبب لناس كتيره، لقطاع كبير داخل افراد الاسره سواء كانوا كبار او صغيرين. في ملحوظه حابين ننوه عليها هنا في الفيديو. لو حد عايز يسالني يقول لي انا ممكن اغير المكونات اللي انتوا ذكرتوها في اول الفيديو، مثلا على سبيل المثال بمكونات تانية. يعني مثلا انا حابب ان انا استبعد القشطه والزبده، مش عايز المحتوى الدهني يكون عالي كده، يعني مش عايز السعرات الحراريه لكرات التمر تكون مرتفعه. اقدر استبعد القشطه والزبده؟ تقدر تستبعدها، مفيش مشكله، وتعمل عجن او خلط باللبن، او ممكن لبن منخفض الدسم كمان. طيب ممكن استبعد السميد والبسكويت المطحون مثلا واحط بداله شوفان؟ احمص كده الشوفان واطحنه واستبعده، اشيل السميد واحطه بحيث ان انا اعلي القيمه الغذائيه شويه، اعلي محتوى الالياف شويه. ممكن اقدر اعمل حاجه كمان، ممكن اقدر احط الكاكاو الخام داخل الخلطة أنا وبعجن مثلا عشان أعلي محتوى الحديد في كرات التمر. وممكن في نفس الوقت برضو الناس بتحب، في عندي مثلا في الأسرة حد بيحب طعم الكاكاو أو الشوكولاتة شوية، ممكن الكاكاو الخام بما إن ما فيهوش سكر هتلاقي ممكن يبقى بيغطي لك على حلاوة كرات التمر شوية، أو الحلاوة بتاعة التمر. مفيش مشكلة لو حسيت إن هو ممكن يعني الحلاوة بتاعته قلت شوية، أنا ممكن أحط عسل نحل. عسل نحل يعمل لي تحليه ويزود لي القيمه الغذائيه لكرات التمر اثناء الخلطه. تمام. لو انا مش حابب خلاص انا عايزه اقلل نسبه السكر في كرات التمر، مش بحبها يكون مسكره كده، احط كاكاو خام مفيش مشكله. واعمل برضو التغطيه بره بكاكاو، ممكن كاكاو عادي فيه نسبه سكر، وهكذا. فدي برضو بدايل مفيش مشكلة ممكن احنا نجربها، نغير على حسب أذواق أفراد الأسرة. المهم ان هو ياخد القيمة الغذائية اللي احنا عايزين نوصلها له من المنتج ده. ان شاء الله جربوا المنتج ده، هيعجبكم جدا ان شاء الله، هيكون محبب لافراد الاسره، معظم افراد الاسره ان ما كانش كلهم ان شاء الله. شكرا جزيلا لحسن استماع حضراتكم، والى اللقاء في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.